بصوا شوفوا البسكوته دايبه دوب. مش النهارده هنعمل مع بعض البسكوت. شوفوا عايزه اقول لكم هنعمله بطريقه ناجحه جدا ومظبوطه خالص، ولو انت اول مره تعملي البسكوت هتعمليه وهيطلع معاكي ناجح 100%، لان احنا هنعمله بطريقه بسيطه وسهله جدا وناجحه 100%. بس تابعي الفيديو كل تفاصيله عشان تشوفي كل حاجه ويطلع معاكي البسكوت بالشكل ده. شوفوا التسويه بتاعته وهقول لك على التسويه المظبوطه وكل حاجه. شوفوا شكل البسكوت، الرسمة واضحة ومش فارش معايا، والتسوية مظبوطة من فوق ومن تحت. شوف البسكوتة دايبة خالص. المقادير معايا 3 كيلو من الدقيق، وباكو بيكنج باودر، وكوبايتين مج نفس الكوباية دي من الحليب، ومعايا كيلو من السكر، والبيض 15 بيضة. البيض 15 بيضة وكيلو من السكر، وازازة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر او اكياس فانيليا زي ما تحبي. ماشي. انا اول حاجة هعملها هكسر ال 15 بيضة وكيلو السكر واحطهم في الخلاط وهضربهم مع بعض واحدة واحدة وهرجع لكم تاني. ماشي. اول حاجة هنعملها يبقى ال 15 بيضة وكيلو السكر هنضربهم في الخلاط عشان نسرع من الوقت ونسرع من الفيديو اسهل واسرع ليك. تمام كده. دول كده اخر 5 بيضات انا ضربتهم. يبقى كده انا ضربت ال 15 بيضه وكيلو السكر وازازه الفانيليا، حطيتهم في الخلاط وضربتهم مع بعض بس واحده واحده. وبعد كده هحط كوبايتين من السمنه. السمنه كوبايتين مج بالشكل ده، لو انت بالوزن هيبقى نص كيلو من السمنه. وادي تاني كوبايه. وهنجيب المضرب بقى العادي وهنقلب بيه. هقلب كده لحد ما السمنه تدخل مع البيض كده وكله يبقى قوام واحد. فتحت باكو البيكنج باودر وهحطه على الدقيق. وهقلب البيكنج باودر على الدقيق كده. بصوا انا حطيت البيكنج باودر على الدقيق. وبعدين بقى هجيب الحليب ده هحط 3 معالق هرميين من النشادر. شوف المعلقه هرميه ازاي. ادي 2، ادي 3. يبقى كل كيلو دقيق ليه معلقه هرميه من النشادر. وبقلب كده بدوبه مع الحليب. بصوا النشادر اول ما يعمل معايا فوم بالشكل ده وريمه بالشكل ده يبقى كده النشادر معايا حلوه جدا وهتخلي البسكوت معايا هش وجميل جدا. شوفوا عامله فوم وريمه كده وبتفور فوران. والحليب ده دافي دافي زي دمعه العين بالظبط. هنزل بيه هنا. بعد ما قلبت كله كده مع بعضه وكل الخليط اتجانس معايا بالشكل ده كده بنزل بالدقيق. شيل المضرب ده كده خلاص وهنزل بالدقيق. دول 3 كيلو من الدقيق بنزل بيه. بس انا هسيب شويه كده في الاخر هشوف هاخد الدقيق كله ولا لا. شويه صغيرين هسيب. بصوا العجينه طريه فانا هاخد شويه الدقيق الباقيين. بصوا انا قلبت كده لحد ما الدقيق اختفى معايا. وطبعا الايد اللي انا بعجن فيها العجينه ملزقه فمش هي دي اللي انا هعرف بيها العجينه كويسه ولا لا، بايدي التانيه اللي هي الناشفه. وابتدي امسك العجينه في ايدي كده. شوفوا مش ملزقه في ايدي وكمان ده قوامها.
كده القوام حلو جدا، مش محتاجه دقيق ولا محتاجه اي حاجه خالص. هسويها وهنبتدي نشتغل فيها، نسيبها تستريح ونبتدي نشتغل فيه. شلت كده العجين من ايديا وهبتدي اسويه، وهسيبه يستريح حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه بالكتير، وهبتدي اشتغل فيه على طول. هو مجرد ان هو يستريح بس كده على ايديا، شوفوا، وبديها لفه كده واحطها في الصينيه. اتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. التسويه بقى المظبوطه، احنا بنعبي كل الصواني بالشكل ده، والتسويه المظبوطه بنحطه في الفرن في الرف اللي في النص على درجه حراره 140 او 150، يعني بتبقى النار هاديه عشان يطلع البسكوت واخد لون ودايب دوب، ويعني واخد لون حلو جدا. دي التسوية المظبوطة، بياخد في حوالي في الفرن من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير. بصوا هوريكم البسكوتة من قريب صغيرة جدا ازاي. عايزة اوريكم البسكوت بعد ما استوى معايا. شوفوا البسكوتة اتنفخت ازاي، ودي التسوية المظبوطة اللي تخلي البسكوتة هشة معاكي ولونها حلو جدا. شوفوا، بصوا شكله خطير جدا، وشوفوا لونه فوق وتحت مستوي نفس اللون، والبسكوتة الرسمة بتاعتها مراحتش خالص. شوفوا، ومنفوخة وخفيفة وهشة جدا. هوريكم الاول البسكوتة هشة قد ايه، وهوريكم قد ايه. شوفوا البسكوتة هشة جدا ازاي. عايزة اوريكم شكل البسكوت، الرسمة واضحة جدا. بصوا بقى 3 كيلو دقيق طلعوا معانا كمية كويسة جدا. قد ايه طلعوا معانا كمية كبيرة حلوة جدا، لان طبيعة البسكوت ده بتبقى هشة، فبصراحة بتطلع كمية كويسة جدا من 3 كيلو دقيق.